رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. رمضان في المحروسة مختلف عن أي مكان في الدنيا. كل يوم هنتكلم عن مظهر من مظاهر رمضان اللي موجود في مصر من زمان جدا. أنا داليا وهبي وإنتوا بتسمعوا بودكاست على الكنبة. هل هلالك شهر مبارك؟ أول كلمة بنقولها لبعض لما تثبت رؤية الهلال في رمضان. مظاهر الاحتفالات في مصر باستطلاع الهلال اسمها ليلة الرؤية. ليلة الرؤية فضلت موجودة من قديم الأزل لغاية النهاردة، يعني اختلفت العهود واختلفت العصور، لكن فضلت المناسبة وفضل الاحتفال. أكتر العصور اللي تميزت بالاحتفال بليلة الرؤية كان العهد الفاطمي. حسن عبد الوهاب مؤلف كتاب رمضان قال إن احتفالات الفاطميين اللي كانت علشان يمهدوا لحلول شهر رمضان كانت غير عادية وغير مسبوقة وما اتعملتش قبل كده، لدرجة إن هم كانوا حريصين جدا إنهم يزودوا إضاءة المساجد. لما كانوا بيشوفوا الهلال كانوا بيعلقوا المصابيح على أعلى المآذن وعلى واجهات المساجد علشان يعلنوا ابتهاجهم بالشهر الفضيل. من ضمن الأحداث الغريبة اللي حصلت وهم بيحتفلوا بيوم الرؤية لشهر رمضان، لما الحاكم بأمر الله أمر بصناعة تنور كبير جدا من الفضة الخالصة علشان ينور محراب الجامع الأزهر، وما قدروش يخرجوه بعد ما خلص شهر رمضان الكريم غير لما كسروا الحيطة اللي كانت جنبه. بالمناسبة التنور ده كان زي حفرة كبيرة بيتحط فيها النار علشان تنور أو علشان تدفي. دكتور أحمد الصاوي قال في كتابه رمضان زمان إن أول لما كانت بتثبت رؤية شهر رمضان وكان يبقى ده خلاص أول يوم من أيام رمضان والناس هتصوم، كان الخليفة الفاطمي بيجهزوا له موكب كبير جدا وعظيم جدا، وكان لازم يخرج بيه يلف فيه أنحاء القاهرة العظيمة. ومن شدة جمال وقوة الموكب أرجاء القاهرة كانت بتهتز علشان يعلن ثبات الرؤية وحلول الصيام. رمضان في المحروسة مختلف. دي كانت رؤية الهلال في المحروسة من زمان. كل يوم هنتكلم عن مظهر من مظاهر رمضان في المحروسة ونشوف أوله كان فين.